رسالة إلى خوانجية اليمن أو ما يسمى بحزب الإصلاح ومرتزقة الجزيرة. يا أخي استحوا على وجوهكم، يا أخي ما فيكم دم، ما فيكم رجولة، ما فيكم كرامة. قوات الإمارات تقاتل مع الأشقاء في السعودية والتحالف في اليمن لإيقاف المد الإيراني، وأنتم شغالين كذب وشغالين تدليس وتشويه وطعن في جهودهم. سنين وانتم تروجون ايران وصلت، ايران ستأخذ الخليج، ايران على الابواب، وتهولون وهي مجرد فقاعة. ولما وقفوا رجال الامارات والسعودية والتحالف امامهم في اليمن، صرتوا انتم يا الاخوانجية اول من طعنا في الظهر. وهذا الشيء مو بغريب عليكم، الخيانة في دمكم، وهذا ديدنكم من سنين، ولا عمركم وقفتوا مع الخليج ولا الدول العربية ضد الاعداء. وهذا الجندي الإماراتي اللي تحرض عليه وتتآمر عليه، واللي قناة الجزيرة شغالة ليل نهار تروج أكاذيب عليه، هذا يحمي عرضك ومالك وشرفك، هذا إذا كان فيك شرف. وبعدين إذا كنتوا تفكرون تفرقون بين الإمارات والسعودية فهذا حلم إبليس بالجنة. لا أبشركم أن معنويات جنودنا عالية، والانتصارات زادت الحمد لله بعد ما طردوا جنود المعذب مالكم. وأتمنى تتعلمون الرجولة من جنودنا البواسل، ولكم بعض المقاطع تعلمكم الرجولة كيف. وهذا أحد جنودنا البواسل اللي انقطعت إيده بالكامل في المعركة، واسمع الحوار بينه وبين أبو خالد. الله يطول عمرك. الدار بخير يوم فيها من أمثال. نعم. شجعان يضحون بالغالي والرخيص. أعزك الله. إني أفكر إني أوصل عند ربعي الحين. الله يحفظك ويسلم. أنا هني ملان. الله يحفظك. ملان أبى الشغل. الله يحفظك. الله أبى أوصل هناك عند ربعي. إن شاء الله إنك بتوصل. نعم. إن شاء الله إنك بتوصل. والشاهد الله والله. الله يحفظك. نعم. الله يحفظك. ولا شيء ثاني ما عندي والله يطول العمر. الله يطول عمرك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. وهذا بطل ثاني من جنودنا البواسل أصيب في اليمن، واسمع شو يتمنى يا مرجف. أتمنى أشوفك بس. الله يحفظك. يوم شفتك خلاص. الله يحفظك. الله يحفظك. ما عندي غير طلب واحد. الله يحفظك. طلب واحد بس الله يخليك، بطلب جبس وبرجع عند ربعي. ما ضيق شيء. والمقطع الجاي للشهيد بإذن الله العقيد بن هويدن اللي مات جراء غدركم انتم يا خونة. كل واحد منهم يجي يقول كنا نقاتل معاكم انتم في الجبهه الفلانيه، كل واحد يجي منهم يقول انا كنت اقاتل في الجبهه الفلانيه، فهذا اخواني انا كعسكري اقول يعني لو انا هناك وفوق اني انا كمسؤول عن المطار بقاتل وياه لحد ما يتوفى. يقول بن هويدن لو كنت انا هناك مع الجريح كنت بقاتل معاه لحد ما اركب الطياره. تعلموا الوفا والرجوله يا عديمين الرجوله. واسمع شو قال اشراف اليمن من شهود العيان عن جنودنا البواسل. واحنا نشهد والله الذي رأيناه من أخلاق الإماراتيين، هؤلاء الذي خرجوا من زهرة الدنيا ومن يعني بلاد فتح الله عليها وأنعم، وسأل الله أن يديمه ويجعلها دوم، فخرجوا إلى ميادين القتال فكانوا الأسود. وبالوقت اللي كانوا قيادات حزب الإصلاح منبطحين في فنادق الدوحة واسطنبول، الشيخ محمد بن زايد طرش ولده يقاتل في اليمن. ولما قال أحد الجنود لسيدي محمد بن زايد الحمد لله على سلامة الذياب يا طويل العمر، رد عليه الشيخ محمد الذياب مو بأحسن عنكم. وهذا الفرق بين أهل الخنادق وأهل الفنادق. وبالنهاية أهديكم هالبيتين للشاعر المبدع حامد الزيد، يمكن تستحون شوية يا خوانه. الوطن يستاهل اللي يحرسون ترابه، ما يبيعونه ولحم كتافهم من خيره، للعن الله ابو منتم يا الكلاب كلابه، رزقكم من هالبلد وقلوبكم مع غيره.